مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. يستعد عدد من المغاربة للخروج في وقفة احتجاجية ضد وزارتي الصحة والتعليم خلال يومي 27 و 28 من شتنبر الجارية. وأعد الشباب الراغبين في الاحتجاج منصة صوت الشباب ضد الفساد عبر الانترنت للاطلاع على برنامج الوقفات وأماكنها وتوقيتها، مبينين أبرز نقاط الملف المطلبي الخاص بكل وقفة ومدينة. وسيخرج المحتجين في كل من مدينة الرباط والدار البيضاء وفاس مراكش ومكناس وجدير والجديدة للمطالبة بالحق في الصحة والتعليم. وأشار رواد حركة الاحتجاج إلى غياب البنيات التحتية وهشاشة القطاع والخصاص الهائل في العنصر البشري لتغطية حاجيات المواطنين المرضى الراغبين في التطبيب، مشيرين إلى أنه حسب الإحصائيات يوجد طبيب لكل 1000 نسمة. وإلى جانب الصحة سيرفع المحتجين شعارات ضد وزارة التعليم التي تعتبر أيضا قطاعا حيويا يهم المجتمع بشكل مباشر، منددين بالوضع التعليمي الذي آل إليه القطاع بعد تعيين مسؤول قادم من مجال بعيد عن التربية والتعليم، ويرون فيه الرجل غير المناسب لتولي هذه المسؤولية. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.